وعايز اقول لك ان من كام سنة فاتوا كان في تمثال منحوت في دولة عربية على شكل يد انسان شايل في الايد شعلة من النار. اكتشفت حكومة الدولة دي ان في ناس بيعبدوا النار، بيروحوا للتمثال ده في ايامنا دي يصلوا للنار ويعبدوه من دون الله. فقامت الحكومة هناك بهدم التمثال ده وعمل مجسم كبير على هيئة المصحف، وغيرت اسم الميدان من ميدان الشعلة لميدان الكتاب. طب تماثيل الفراعنة وضعها ايه؟ لو الناس بتعبدها بالتأكيد تبقى حرام، لكن لو الناس بتبصلها على انها مجرد اثار لحضارة وتاريخ قديم يبقى بالتأكيد مفيش عليها مشكلة. انت لازم تكون عارف امور دينك عشان تكون مسلم جميل. إسلام دين حياة، يعني فيه مرونة تخليه يتماشى مع تطورات الحياة، وفي امور كتير قابلة للتغيير بحسب ظروف المجتمع والناس. لا نحلل حراما ولا نحرم حلالا. بمعنى اخر، لو عملنا تمثال على هيئة انسان واستخدمناه في شرح امر خاص بالطب مثلا او علاج كسور العظام، هنا الحاجة الى التمثال اصبحت ضرورة، وبالتالي لا توجد هناك مشكلة. دائما وابدا الضرورات تبيح المحظورات. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع في ناس كتير للأسف مش قادرة تستوعبه، وهو هل الكلب طاهر أم نجس؟ وهل تربيته حلال أم حرام؟ أنا دكتور مصطفى هقدم لك كل يوم معلومة دينية بسيطة مررها لأولادك عشان يعرفوا أمور دينهم.